السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم بألف خير. معايا النهاردة بقى اخر تجهيزات لرمضان. في يوم الوقفة عملتها، بس للأسف هي مش هتنزل لكم غير اول يوم رمضان. فكل سنة وانتم بألف خير ورمضان كريم عليكم كلكم يا رب. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في اول حاجة. انا عندي شوية تشكيلة من الخضار اللي احنا بنستخدمه في المحشي. بدأت اوضب فيه بحيث ان انا اعمل تسبيكة واشيلها في الفريزر، وكمان اوضب الكرنب اللي انا جايباه وبرضو اشيله جاهز. يبقى يسهل عليا، يعني يوم اكون انا عندي مثلا عزومة او محتاجة اعمل اكلة محشي. فاول حاجة طبعا عملت كمية محترمة جدا جدا من البصل. هو يبان في الصورة قليل، لكن انا عاملة كتير. انا كنت عاملة مثلا اقل من 2 كيلو بشوية صغيرين كده. البصل بتاعي اهو بدأ ياخد اللون الذهبي الجميل. هنزل عليه بمعلقة كبيرة من الثوم ومعلقة من هريسة الفلفل. وهجهز بقى الطماطم بتاعتي. ضربت معاها شوية حلوين كده من الفلفل الأحمر. وطبعا انا عامله معاكم المحشي قريب في فيديو قبل كده، بس انا الهدف التحضير، مش الهدف الاكله نفسها. حطيت له كل التوابل بتاعته، ملح وفلفل اسمر وكمون والبابريكا وشويه كمان من الشطه وشويه من بهارات المحشي، او ما فيش بهارات محشي حطي 7 بهارات. اخر حاجه المفروض احطها هي معلقه من النعناع الناشف، لكن انا دي مش هحطها في التسبيكه واشيلها في الفريزر. النعناع هحطه لما اجي اطلع الكيس بتاع الخلطه او التسبيكه وابدا اعمله، فساعتها النعناع يكون ريحته فريش كده وجميله. التسبيكه بتاعتي استوت، هطفي عليها وهسيبها خالص لحد لما تبرد. وكميه الخضره اللي كانت عندي انا ضربتها في الكبه توفيرا يعني للوقت وللمجهود. وبعد ما التسبيكه بتاعتي بردت تماما ضفت عليها الخضره، وهعبيها بقى على كده، هقسمها في الاكياس وهحطها في الفريزر. يبقى كده التسبيكه جاهزه. اهم حاجة ان الخضرة ما تتحطش في التسبيكة وهي سخنة، بحيث ان هي تفضل محتفظة بلونها وبالخضار بتاعها الجميل. وهشيلها بقى على كده. بدل ما اشيل هم اكلة المحشي بالذات لو عندي ضيوف، لا بالعكس، ده هتبقى اسهل ما يمكن. مجرد ما اطلع الحاجة وانها تفك خلاص كده تمام التمام. الهدف بقى بتاعي من الفيديو، من من الكرومب المرة دي، اني اقول لكم على نقطة مهمة جدا. كلنا بتقابلنا مشكلة ان الكرومب لما بيتفرز بيطلع مجلد. النهاردة ان شاء الله هقول لكم على حركة صغيرة قوي قوي بس مهمة جدا. ودي فعلا اللي خلتني انزل قصة المحشي دي في التجهيزات. لما تيجي تخرجي الكرومب عشان تستخدميه بقى خلاص هتحشيه، ما تسيبيهوش يفك. يعني احنا بنطلع طبق الكرنب بره التلاجة ونسيبه يفك، او بتحطيه تحت خالص في التلاجة وتسيبيه يفك. وبعد ما بيفك يا اما بتستخدميه كده على طول، يا اما مثلا بتعملي له ميه تاني سخنه او ميه مغليه وتسقطيه فيها وتطلعيه على طول. وفي كل الاحوال يعني سواء كده او سواء كده، في الحالتين بيبقى برضو مجلد. طب ايه اللي هيخليه ما يجلدش معانا المره دي؟ الحركه اللي انا هعملها دي، اني لما اطلع طبق الكرنب، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، هسيبه يفك ازاي او هفكه ازاي وامنع التجليده دي؟ هفكه عن طريق حمام البخار. يعني هحط حله فيها شويه ميه وفوقيها مصفى، وهفضي الكرنب بتاعي في قلب المصفى واسيبه يفك بالبخار. هي دي التكه فعلا فعلا اللي ما خلتش الكرنب يجلد معايا. انا هنا بسلق الكرنب سلق طبيعي، لا حطيت له بقى لبن ولا حطيت له اي حاجه مختلفه عشان اقول ان هو ما يجلدش، لا خالص. ملح وكمون ورشه من السكر وعصرت نص ليمونه. انا عصرت نص الليمونه دي على اساس ان انا امنع التجليده بتاعته، ولكن ما حبيتش ابدا انزله لكم غير بعد ما يتفرز كذا يوم وارجع اطلعه واستخدمه.
واشوف هل النص ليمونه منعت التجليده ولا لا. بس لما جيت استخدمه لقيتها عادي، هو برضو في سنه شده انا مش عايزاها. فقررت اعمل التجربه بتاعه البخار دي، فكوا على البخار، فلقيتها تحفه ممتازه. انصحكم كلكم بيها، وان شاء الله مش هتعانوا ابدا ابدا من ان الكرنب المفرز يكون مجلد باذن الله. هنا بقى انا بعد ما بسلق الورق بتاعي، انا بسلقه مثلا دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش ده، وبشيل اول كام ورقه بس بحيث اني اخلي الكرنبايه على قد الحله. بسقط الكرنبايه بحالها وبديها كده في يعني المكان بتاع الراس بديله ايه دقيقتين في الميه، وبعدين اقلبه على الناحيه التانية وابدا اشيل الورق بيبقى تحفه سليم ومش مكسر ولا مقطع ولا اي حاجه خالص، زي ما حضراتكم شايفين معايا كده. باخد الورق احط كذا ورقه على بعض واقطع العروق بتاعته وابدا ايه الفه كده رول. وخلصت كل الكرنبتين ما شاء الله كانوا كبار، خلصتهم كلهم كده رول ولا رول رول ولا رول. حاولوا بقى انتوا تقولوها تسلوا فيها كده، رول ولا رول. هبدأ بقى ايه احط طبقة وبعدين كيس علشان الاوراق ما تلزقش في بعضها، وبعدين فوق الكيس الطبقة التانية، او عايزة تعملي طبقة واحدة في كل طبق برضو براحتك على حسب الكمية اللي انت هتستخدميها. العروق بقى ببدأ اقسمها برضو في اكياس بحيث ان كل طبق من الكرنب بيكون معاه الاوراق بتاعته اللي هتتفرد في ارضية الحلة، وكيس من الخلطة او التسبيكة دي واقفة على ايه؟ واقفة على الرز وعلى معلقة النعناع الناشف بس، وهي كده جاهزة معايا. ادي تحضير المحشي اهو بقى تمام. دلوقتي ايه هوريكم بقى. بصوا اهي دي التكه اللي بقول لكم عليها، حله فيها ميه بتغلي واحط المصفى فوقيها وعليها الورق بتاعي، وان شاء الله عمره ما هيجلد معاكم بالطريقه دي ابدا. وحاجه كمان مهمه جدا، الورق بيكون شرب ميه كتير اثناء السلق، فانا علشان برضو اتجنب برضو قصه انه يجلد لازم يتصفى حلو قوي. فانت حطي عليه تقل، يعني حطيه في مصفى وحطي عليه حاجه تقيله بحيث ان هو ينزل اكبر كميه من الميه اللي هو شربها. ودي كانت حله المحشي معانا، وهنخش على تاني تجهيز او تاني تحضير لرمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيلو الا ربع من الفول، هاتي كميه الفول اللي تريحك. معايا كوبايه صغنونه خالص من القمح وكوبايه صغنونه من العدس الاصفر. هاخد الفول بتاعي انقعه اقل حاجه 6-7 ساعات، يعني طولي في النقع على قد ما تقدري، 10 ساعات 12 ساعه. هاتي بقى بعد ما تنقع الفول مع العدس والبليله والقمح، يعني اللي هو قمح البليله، هنحط عليه ليمونه، وممكن تخليهم ليمونتين مفيش مشكله، بس هي ليمونه كانت حلوه جدا لان الفول اللي معايا بلدي. لو الفول اللي انت هتستخدميه مش بلدي زودي الليمون شويه، خليهم ليمونتين مثلا. وحطيت معلقه من البابريكا ومعلقه من الكركم، انا حطيت معلقتين صغيرين بابريكا ومعلقتين صغيرين كركم. وهحطه بقى يغلي غلوتين حلوين كده على نار عالية، وبعدين ههدي النار خالص بقى وهسيبه لمدة 3-4 ساعات لحد لما يبقى زبدة. تاني حاجة معايا، انا طبعا مش هعملها معاكم لاني لسه عاملاها في الفيديو قريب يعني معاكم. معايا لحمة معصجة، بس حبيت اوريكم التكاية اللي انا بشيلها بيها، هي اللي هي طشة الفحمة دي. والفحمة دي هطشها بمعلقة من السمنة البلدي، هتخلي ريحة اللحمة تحفة. تاني حاجة بقى معانا ولا تالت حاجة هي ايه؟ المرقة. احيانا كتير بنعمل اكلات بنحتاج ان احنا نعمل شوية شوربة لسان عصفور او نحضر شوية ملوخية مثلا، بس اليوم ده بيكون انا ما عنديش اصلا يعني لحوم سلقاها، ما عنديش لحمة سلقاها ولا فراخ سلقاها. فطبعا لما بيكون عندي كيس شوربة في الفريزر بيسهل عليا جدا جدا وبيخليني اعمل اطباق جانبية وانا مرتاحة. فهطلع كيس الشوربة ده وهشتغل بيه على طول. انا كان عندي الماسورتين دول سلقتهم الاول، شوحتهم كويس جدا مع بصل وطماطم وجزر ولورا وحبهان،
وحطيت عليهم كمان نص ليمونه وقرن فلفل اخضر، وسبتهم بقى استووا على نار هاديه ونزلوا كل البهريز اللي جواهم. عبيت اكياس الشوربه بتاعتي بعد ما بردت. اي تفريز واي تجميد هعمله لازم الحاجه تكون بارده، ولا احطها في كيس ولا احطها في طبق وهي سخنه. وادي اللحمه المعصجه بتاعتي اللي طشيتها بالفحمايه والسمنه البلدي، كانت خطيره خطيره، ريحتها فضلت طول اليوم في قلب البيت. هاتي كمية اللحمة اللي تريحك، نص كيلو كيلو على قد الميزانية بتاعتك، مفيش مشكلة. والفول بتاعي بصوا بقى هوريكم قد ايه دايب، والله دايب، القشرة بتتهري كده من كتر ما سبته على نار هادية شمعة خالص خالص. والليمونة دي بتخليه ما يسودش. كمان الفول بلدي، الفولة الفاتحة الجميلة دي المبططة، بصوا حتى القشرة والله ما بيبقى ليها اثر في ايدي كده، بتتهري خالص. يعني احنا عيلة محبة للفول الناعم المطحون، فهضرب كمية الفول بتاعتي بس مش كلها، وكل اللي هشيله في الفريزر هضربه الاول في الكبة ضربتين كده، بحيث ان هي ايه تطلع زي ما بنشتريها من المطعم. فاحنا كده مش هنشيل هم ان كل يوم ننزل نشتري فول، خصوصا ان الفول غلي، يعني كيس الفول الصغنون خالص اللي 7-8 جنيه 10 جنيه. فانت كده وفرتي على نفسك كتير. لو جبتي نص كيلو مثلا او كيلو الا ربع زي ما انا عملته، وقعد معاكي اسبوع، حلو جدا. 10 ايام حلو جدا، على حسب برضو عدد الافراد الاسرة يعني. وهتوضبيه زي ما انت عايزه. في حاجه كمان، انا لا بحط بصل ولا توم ولا طماطم. الطماطم ممكن تخلي الفول يحمض بسرعه، والبصل والثوم بيغيروا طعمه. انا عايزه اديله الاضافات دي لما اجي اطلعه، يعني يوم اعمله بسمنه، يوم اعمله بزيت حار، يوم اعمله بالطماطم. فانا اضيف الطعم اللي انا عايزاه وقت التحضير. وكمان هو انا عايزاه شبه بالظبط بتاع المطاعم، ما يفرقش عنه اي حاجه. فبالتالي هما ما بيحطوش اصلا الاضافات اللي احنا بنحطها في البيت دي. حاجه كمان انت ممكن تعمليها، ممكن تستبدلي القمح بفول مدشوش، او تستبدلي القمح بالحمص اللي احنا بنعمله مع الحمص الشام ده اللي احنا بنعمله مع الكشري. لكن العدس اساسي، عدس مع الفول اساسي. ممكن كمان تستبدليه القمح والفول المدشوش برز، بمعلقتين 3 من الرز، فبراحتك. لكن انا بحبه بالقمح، بيكون طعمه اقرب لبتاع بره. دي اول طاسة فول معانا للسحور بتاع اول يوم رمضان، اللي هو يوم الوقفة وصباح اول يوم. عملناها بقى بالسمنة البلدي كده، ودلعناها بمعلقة هريسة وفص ثوم صغير وشوية ملح وفلفل اسمر وكمون وشطة، وكل الحاجات اللي وضبناها في يوم اللي قبل رمضان كانت جاهزة. كل سنة وانتم طيبين.